السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هوريكم طريقتي في تجهيز وتخزين خضار الشهر للست الموظفة، للعاملة، اللي ست البيت برضو. حاجة هتريحك طول الشهر. صحيح هنتعب ويوم واحد هنتبهدل فيه، ولكن بقية الشهر نرتاح فيه. نقول على الخضار كده ونسمي الله. أنا جايبة عندي دي كوسة وخيار وملوخية متقطفة، فاصوليا خضراء، كابوتشي، خس، وادي فاصوليا اهيت، ودوت بصل وخضرة محشي. وكل ده هننضفه وهنظبط الدنيا مع بعض. انا بوريكم بس الحاجات اللي احنا جايبينها، وكرفس عشان لو حابين نعمل شوربة خضار، فول مدشوش وفول صحيح عشان نعمل فول وطعمية. احنا بنعمل وجبة فطار وغدا. جزر وطماطم. طبعا ايه يعني خضار الشهر هيتهد حيلك يوم، لكن هترتاحي باقي الشهر بعد كده. بجد هترتاحي. جوافة وكمثرى وتفاح اهو زي ما احنا شايفين، وعندي كرومبة اهي زي ما احنا شايفينها، وفلفل. هنوضب بقى ايه الخضار حاجة حاجة. هنوضبه وهنعبيه وهنحطه في ايه في اطباق كده وايه، وهنسمي الله ونعمل. اول حاجة نفرش مشمع، اي مشمع خفيف او خفيف عشان الدنيا ما تتبهدلش. دي عندي الكوسة والفاصوليا والخيار. خلاص الكوسة انا هاخد جزء منها هقشره وهعبيه، نعمله شوربة خضار، نعمله كوسة بالدمعة، كوسة باللحمة، كوسة قرديحي، زي ما احنا عايزين، وفاصوليا خضراء. وعندي الخيار هغسله وهنشوف هنعمل كل حاجة ازاي. خلاص هنجيب اطباق ونعبي ايه الحاجات فيها كل حاجة كده لوحدها. هتتعبي و يعني هتمرمط في يوم واحد في الشهر، بس باقي الشهر بجد بترتاحي بترتاحي بترتاحي. وبيفيض كمان، يعني شوف الخزين دوت بيفيض منه كمان في الفريزر، وبتفضل الحاجه الشهر كلها وما بيحصلهاش اي حاجه. دي الفاصوليا بتاعتنا طبعا هننضفها وهنغسلها، والخيار بتاعنا هنغسله وهننشفه ما يبقاش فيه ميه. والملوخيه بتاعتنا هي غسلناها وبنصفيها، صفيناها. وعندنا الكوسه بتاعتنا زي ما احنا شايفين، قطعنا جزء وسبت جزء. وده الخيار بتاعي انا غسلته ونشفته. خلاص عشان نشوف طريقه تخزين الحاجه ازاي هتقعد طول الشهر مش هيحصل لها اي حاجه. الكوسه انا هعبيها في كيس. طبعا دي مش الكوسه كلها، ده جزء صغير. خلاص زي ما قلت لك ممكن تعملي منها شوربه خضار او تطبخيها كوسه ايه زي ما انت عايزاها، حسب ما انت عايزه. هربطها اطلع منها الهواء وايه، وهوي الكيس كده واربطه واعبيه. خلاص دي اول حاجه خلصنا منها الكوسه. الجزر الخيار انا بلف كل خيارايه في مناديل ورق واقوم حاطاها في كيس. اجيب مناديل كلينكس او مناديل ورق زي ما احنا بنقولها والفها كده. الخيار بيقعد كده بصي الشهر كله، اكتر من شهر ما بيحصلوش اي حاجه. الطماطم انا عندي غسلتها ونشفتها، والطماطم اللي مستويه خدتها في طبق لوحدها، هحطها اضربها في الايه في الخلاط واحطها في كيس تنفعني. احطها اطبخ بيها كوسه، اطبخ بيها فاصوليا، اعمل بيها اي حاجه. وديت انا غسلتها وهنشفها احطها في درج التلاجة وهي نظيفه. خلاص ودرج التلاجة بفرش له مناديل او ورق، ورق مناديل بحطها عشان تفضل ايه محتفظه بيها. عبيت الطماطم مستويه في كيسين، وادي الخيار اهو زي ما احنا شايفينه في كيسين. خلاص الفاصوليا انا غسلتها وشلت الايه اللي بيبقى على الحروف كده وايه ونضفتها. هاخد بقى ايه، انا باجي اقطعها بقطعها ايه بزاويه كده ايه سمبوسه. بصوا هقطعها كده. انا ما بسلقهاش يا جماعه او اخدها غلوه على البوتاجاز، لا انا بغسلها واقطعها وزي ما هي كده بعبيها في الكيس. وبتيجي تطبخيها بتاخدي الكيس بتلجه تحطيه في قلب الطماطم، بتبقى كانك لسه جايباها. هعبيها بحالها كده واحطها في كيس. طبعا كل كيس على قد الطبخه بتاعتك، انا هعبيها في كيسين. عايزه اقول لكم ان بجد انت بترتاحي طول الشهر، تبقى قاعده مرتاحه وما انتش حامله هم حاجه. خلاص بتشيلي الهواء من الكيس وتربطيه.
مره تطبخي فاصوليا، مره تعملي محشي، مره تعملي شوربه خضار، مره تعملي كوسه. الاكل كتير. البصل ده انا جايبه بصل وبطاطس وحطيتهم في درج الخزين بتاعه، وخدت من البصل كيلو بصل قشرته. نسيت اقول لكم ان انا جايبه برضو مع خزين الشهر بصل وبطاطس. هضرب البصل دوت وهوريكم نشيله ازاي. هينفعنا اي طبخه تاخدي منه جزء او محشي او حاجه. بترتاحي. بصي كل حاجه بتبقى جاهزه عندك. اقطع البصل وافرمه في الكبه، تبشريه بالمبشره، تقطعيه على ايدك زي ما انت عايزه. هعبي بقى البصل في اكياس. اهم حاجه اشيل الهواء من الاكياس. حتى لو انت قاعده في البيت وما بتشتغليش بتبقي قاعده مرتاحه، لان انت بتبقي قايمه مره تعبانه، يوم تعبانه، يوم كسلانه. فبتجيبي تقومي ناخد الكيس من الفريزر ونطبخ على طول. شايفين انا عملت ايه؟ قسمت الكيس، وكل كل مربع وكل جزء باخد منه حته. زي ما احنا شايفين. هجرب واحد تاني اهو معاكم واعمله. اشيل الهواء اهم حاجه اهو. وهبططه واقسمه 3 اجزاء 4 اجزاء حسب ما انت عايزه، حسب الطبخه بتاعتك. خلاص. ادي اول جزء اهو، والجزء ده ممكن اخد منه قطعه واسيب الباقي. خلاص. ادي البصل بتاعي. خلاص. يبقى انا كده عملت الفاصوليا وعملت البصل. نشوف هنعمل ايه تاني. عندي الجوافه. انا بقى الجوافه، يعني انا بشوف كل اللي بيعملوا الجوافه بيشيلوا البذر منها. انا ما بشيلش البذر منها. انا بسيب الجوافه ببذرها، لان البذر كله لحم. فانا ما بشيلوش، انا بسيبها زي ما هي كده وهخليها. وما بضربها بصفيها، لان انا لو شلت البذر هيبقى عندي جلد بس بتاع الجوافه. اللحم كله بيبقى مع البذر. خلاص. هحط بقى شويه سكر، حوالي معلقتين كبار عليها. وهحط بقى، انا مش هعصر ليمون. احط حاجه هتحتفظ بقى تخليها بيضه زي الفل، تجيبيها من الفريزر كانك لسه حطاها. احط ملح ليمون. خلاص. شايفين؟ معلقه ممسوحه ملح ليمون. وهقلب الجوافه. هقلبها كويس. ملح الليمون هيحتفظ بيها، هيخلي لونها ابيض. مش هتسود ومش هيتغير لونها. خلاص. وعبيها في اكياس. كل كيس حسب اللي انت عايزاه، حسب اللغه بتاعتك. انا هعبيها في كيسين واشيل هوا منها. واحطها في اطباق كده زي ما انتم شايفين. وبعدين الفها بستريتش. دي تقعد عندك الشهر، تقعد شهرين، تقعد زي ما تقعد، ما بيحصلهاش اي حاجه. خلاص. ادي اول كيس وتاني كيس عندي. خلاص. تعال بقى الملوخيه انا عندي ميه سخنه. حطيت معلقه سكر كبيره. وحطيت نص معلقه كربونات طعميه او كربونات صودا. وبحط الملوخيه بالظبط دقيقتين، وبيكون عندي ميه في الطبق زي ما احنا شايفين فيها تلج، ميه متلجه. شايفين لونها اخضر ازاي؟ جميله. عايزه اقول لكم بجد تحفه. انا بقى عملتها تحفه فعلا. وطريقه جميله جدا جدا لتخزين الملوخيه. احسن طريقه لتخزين الملوخيه. دقيقتين بالظبط في الميه. اول ما تبدا هتغلي نشيل الملوخيه ونحطها في الميه المتلجه. خلاص. لازم تاخد صدمه الميه المتلجه اهي. خلاص. وبعد ما تهدى كده في الميه، بقوم واخداها الملوخيه بس من غير اي ميه، واضربها في الكبه او الخلاط او اي حاجه عندي. اضربها لونها اخضر جميله. بس انا عايزه اقول لكم لما تيجي تطبخوها ما تسيبوش الحاجه تفك الخضار. الخضار بالتلج بتاعه تحطوه في الشوربه او الطبيخ، سواء كانت فاصوليا سواء ملوخيه. اي حاجه بتحطها في قلب بتحطها وهي متلجه كده بكيسها متلج، ما تسيبوش يفك. شايفين لونها اخضر وجميل ازاي؟ جميله. بتحطي على قد الطبخه بتاعتك. وتشيلي الهواء منها اهي. وتقفلي الكيس اهو. خلاص كده. دي الملوخيه. تعالى بقى الكرنب بتاعنا. الكرنب انا بشيل اشوف اتجاه الورقه فين زي ما احنا شايفين، واقطع الورقه تطلع سليمه حتى لو الكرنب لسه اهي. ادور على اتجاه الورقه اللي ليها تاني اهي. او مقطع الورقه تطلع معايا على طول. ادور اتجاه الورقه تاني اهو. شايفين فين اتجاهها اهي؟ فاهميني عاملين ازاي؟ لا، اقلب الكرنبه واشوف اتجاه الورقه اللي هي هتبقى طالعه بره، واقطعها بالسكينه وتطلع معايا. شايفين؟ بتطلع بكل سهوله اهو. هقطع الكرنبه. هقطع الراس. اللي عايز يخلي الراس ويخلي القلب كرنب يخلله. انا بصراحه ما بحبش مخلل الكرنب. زي ما احنا شايفين كده اهو. عايزه تخلليها هي والقلب خليليه. هقطعها كده، وهكون طبعا مجهزه ميه على البوتاجاز.
شايفين الكرنبه؟ بتتعبي ويتهدي حيلك يوم، بس بجد بقيتي الشهر تبقى قاعده مرتاحه، ما انتش حامله هم اي حاجه. دي حله فيها ميه. انا بقى هنا غلطت غلطه، انا حطيت ملح، المفروض ما تحطيش ملح، بتحطي سكر بس. فانا عالجت، رحت حاطه شويه سكر مع الملح. ده الملح المفروض ما تحطيش ملح، لان انت بتشيلي الكرنب في الفريزر، فالسكر بيحتفظ بيه ما يخلوش يبقى ايه مجلد. لكن لو حطيتي ملح بيخلي الكرنب يجلد خلاص. فانت ما تحطيش ملح وانت بتسلقي الكرنب. فانا هعالجها، هحط معلقه سكر زي ما انتم شايفين، لكن المفروض ما بنحطش ملح. اي كرنب بيتخزن في الفريزر بنحط له سكر، ما بنحطلوش ملح، عشان الورق بتاعه ما يبقاش مجلد، عشان ما تيجي تحشيه تحسي ان انت لسه جايباه كيس. بتاخديه غلوتين بس، ما تسلقوش سوا كامل. غلوتين وتشيليها على طول، ايه، تقلبتين كده وتشيليها. ده كرنب اهو. هنقطع كرنب بقى عشان نعبيه في اكياس. هتعبي كرنب على قد الطبخه اللي انت هتعملي. تعملي معاه بقى ورق خاص، تعملي معاه ورق لفت، تعملي معاه بتنجان، ورق عنب، زي ما انت عايزه. ادي الورقه كده افردها واشيل ديت كده، هقطعها. وعلى فكره دي انا ما برميهاش، لان انا بقطع ديت بقطعها واحطها في ارضيه الحله، تبقى فرشه في الحله، في ارضيه الحله للمحشي. اسوي كده الورقه واقطع ايه، اقطعها بقى ايه، احاول اخليه كله سوا واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو، لما نسمي الله كده ونصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. ادي اول واحده، احط التانيه جنبها. اخليه كله سوا واحد خلاص. طبعا هقطع كله بالايه، بالشكل ده. نجيب ورقه تانيه، هقطع دي وما ارميهاش. اساوي الورقه وهقطع. شايفين كله بقى سوا ايه واحد. لو عجبكم الفيديو انا ممكن اعمل لكم الفراخ، تخزين الفراخ برضو، تجهيزها وتخزينها واللحوم وكله ايه. يعني يا ريت تكتبوا لي في تعليقاتكم لو عجبكم، اعمل لكم، اطلبوا اعمل لكم الفراخ واعمل لكم اللحوم والحاجات ديت. ويا ريت اللي بيتفرج على الفيديو واول مره يشوفني ما ينساش يعمل لايك للفيديو، واعملوا لي اشتراك للقناه عشان يوصلكم كل جديد مني. وما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك. هعبي بقى في كل طبق. انا حطيت كيس من بتاع السندوتشات، قطعته قصيته وحطيته. وهتحطي على قد الاكله بتاعتك. انا الكرنبه جابت لي بصراحه طبقين، وطبقين بعمل الطبق يعني بيشبعنا ويفيد منه كمان. خلاص. ادي وجبتين اهوت. خلاص كده. ادي ده طبق اغلفه بقى بالايه، بالاسترتش كده، او ورق الفوم اغلفه بيها. عايزه اقول لك تغليف الخضار باللي انا بقوله ده، سواء كان في التلاجة او الفريزر، والله بيخلي الخضار يقعد بالشهر والشهرين ما بيحصلوش اي حاجه. ما تلاقيش اي حاجه ضربت او دابت او اي حصل لها حاجه. هننضف بقى الخضار بتاعنا والبصل اللي احنا جايبينه عشان نعمل الطعميه. ولو فضل حاجه نعمل منها بصاره. هننضف الخضار بتاعنا اهو، زي ما احنا شايفين. كزبره وشبت، وعندي كرفس وبصل اخضر. طبعا انا عندي فول اهو التدميس، وفول المدشوش للطعميه. انا غسلت الفول ده وده، نقعت الفول مدشوش حوالي ساعتين، مش ايه، وصفيته من الميه اكتر من ساعتين لا. والفول بتاع التدميس بتاع الفول بالظبط 3 ساعات، اكتر من 3 ساعات ما تزوديش، عشان القشره ما تفصلش عن الفوله. خلاص. ده الفول بتاع الطعميه، الفول المدشوش اهوت. ده حوالي كيلو الا ربع. وعندي رغيف شامي ابيض بليته وعصرته، ده بيخلي طعمها حلو قوي ويخلي لونها فاتح. طبعا انا ما عنديش كرات، فجبت جبت راسين بصل وعود كزبره وعود شبت. ما تكتريش الخضره عشان ما تغمقهاش. وطبعا عندي حوالي 10 فصوص توم او 12 وبصلايه صغيره. كتري التوم مش هيحصل حاجه، التوم حلو للطعميه. الكبه بقى عندي، او المفرمه او المطحنه او الهاند بلندر، اي حاجه عندك. اطحن الفول قوي قوي قوي، اضربه قوي يبقى ناعم جدا الاول. خلاص. مش هحط كله على بعض، لان هضرب الفول الاول وبعدين هنشوف هنعمل ايه بعد كده. بص يبقى ناعم قوي، يبقى عامل زي البوريه كده، زي البطاطس. اكمل الفول
واخد حبه حبه ايه، ما كترش علشان الكبه او المفرمه او المطحنه اللي عندي. بعد كده هاخد البصل وشويه ثوم وشويه خضره، هضربهم الاول وانعمهم، وبعدين احط ايه، ارجع تاني احط الفول وجزء من الرغيف اللي انا ايه بليته، واضرب بقى جامد، اضرب جامد جدا لغايه ما تبقى ناعمه جدا جدا جدا. شايفين؟ بصوا لونها حلو قوي ازاي، لونها جميل، مش غامقه ومش خشنه، ناعمه جدا. بسم الله ما شاء الله عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل العيش، وادي الخضره بتاعتنا هضربها. بسم الله الرحمن الرحيم، اسمي الله. بعد ما ضربتها احط بقى ايه الفول واضرب تاني. طبعا دايما انضف مكاني اول باول. احط بقى ملح، لان أنا دايما انسى ايه املح الطعميه، فانا هحط ملح لكن مش هحط لها بهارات. انا البهارات اللي بحطها بصراحه بحط لها كزبره وبحط سمسم، غير كده ما بحطش. بصوا لونها جميل ازاي وحلوه، حلوه قوي 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 جميله. هتعبي طبعا على قد الاكله اللي هتعمليها. ما احنا لما بنعمل تجهيز الشهر، خضار الشهر، بنعمل ايه، سواء خضار سواء فاكهه سواء ايه سواء فطار، يبقى ايه الوجبه متكامله عندنا. ادي الكيس اهو الطعميه، هعمل كيس تاني، واهم حاجه اطلع الهواء منه. شوف هيعمل لنا كام كيس. الكيس كبير. تعالوا بقى للفول بتاعنا. انا غسلته ونقعته حوالي 3 ساعات، ما تزوديش عن كده. وعندي القدره بتاع الفول، احط الفول فيها اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. ليمونه، اشيل منها البذر، تكون صفرة ما تكونش خضرا عشان ما تمررش. معلقه ملح ليمون، ومعلقه بابريكا، وعندي معلقه كركم، لان الكركم ده معروف ان هو مضاد للاكسده وبيخلي لون الفول لون كهرمان كده، بيديله لون جميل. خلاص. ونحط بقى الميه المغليه بتاعتنا من الكاتل، تكون مغليه واملى ايه. ايوه كده. وهقفل بقى قوي قوي. عندي 3 معالق كبار فول مدشوش و3 معالق كبار عدس اصفر، انا غسلاهم منضفاهم. انا مش هحطهم مع الفول، لان انا لو حطيتهم مع الفول دلوقتي هيستووا، بيستووا بسرعه قبل الفول. فلما هيستووا بسرعه هينزلوا في ارضيه القدره، فهيشيط ويخلي الفول يشيط وريحته وحشه. لا، انا هخليهم بعد ما يمر حوالي 3 ساعات على الفول، اقوم حاطه العدس والفول بتاعي. خلاص. ده الخضار بعد ما اتعمل. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. خضار الشهر هيقضيكي وهيفيد. الكوسه انا عملت جزء قطعته وجزء سليم بغلفه كده، بيفضل لو قعد الكوسه في التلاجة اللي متقطعه شهر بحاله او اكتر ما يحصلهاش حاجه. ده كرنب، طبقين كرنب اهو متغلفين هيتحطوا في الفريزر. ده فلفل الوان، غسلته برده ونضفته وغلفته. ودي بتنجانه نعملها بابا غنوج، نحمرها مع الفطار والطعميه اللي احنا عايزينه. دي الفاكهه بتاعتنا، الجوافه. وادي الايه التفاح والكمثرى، بس الكمثرى ايه للاسف اتمسحت في المونتاج. عندي الخيار، طبقين خيار. الخيار لو قعد شهر شهرين بالطريقه ديت ما بيحصلوش اي حاجه. وادي الملوخيه بتاعتي اهي. شايفين خضرة وجميله ازاي؟ طبعا انا حطيتها في الفريزر لغايه ما اخلص. وادي الفلفل الحامي وفلفل رومي، بتاخدي اللي تاخديه وترجعي تغلفي الطبق تاني ما بيحصلوش اي حاجه. وادي الفاصوليا بتاعتنا، طبقين فاصوليا كيسين. خلاص. وادي كيسين طماطم، تاخدي على قد الوجبه اللي انت عايزاها وتعملي. خلاص. وعندي عيد الخس مغلفاه برضو اهو. ودي بقيه الخضره تعملي بيها بقى ايه، بصاره، نعمل بيها اي حاجه. وده البصل بتاعنا اهو، محشي خضار، كل حاجه جاهزه عندنا. خلاص. تاخدي منه الجزء اللي انت عايزاه. وده الفول بتاعنا. طبعا عايزه اقول لكم ان هو عمل لي 7 اكياس فول، 7 كبار. ودي الطعميه بتاعتنا، كام كيس عملوها لنا، عمل لي 4 اكياس كبار. يعني ايه حاجه كده مش بسم الله ما شاء الله. بصوا شكل الخضار حاجه كده تفتح النفس، وخضار جميل جميل بسم الله ما شاء الله. اتمنى الفيديو يعجبكم، يا رب تكونوا استفدتوا منه. والى لقاء جديد، والسلام عليكم.